مفاجآت صادمة، خيانة غير متوقعة، ومواجهة قد تغير كل شيء. الحلقة 25 من مسلسل دروب المرجلة تحمل أحداثاً نارية قد تقلب موازين الصراع بالكامل. شخصية غامضة تظهر فجأة داخل مكان الاحتجاز، واتصال خطير من فزاع إلى شاهين يشعل المواجهة القادمة. فمن هو الشخص الذي سيظهر أمام قمر وجراح وزهرة؟ وهل ستنجح خطة فزاع أم أن شاهين سيقلب الطاولة عليه؟ استعدوا لأحداث متسارعة ومواجهات حادة، لأن الحلقة القادمة لن تكون عادية أبداً. تبدأ الأحداث داخل مكان الاحتجاز، حيث يعيش قمر وجراح وزهرة لحظات توتر شديد وهم يحاولون فهم ما الذي ينتظرهم. وفجأة يظهر شخص غير متوقع تماماً. الشخص الذي يدخل عليهم هو لطف، شقيق زهرة. لحظة دخوله تكون صادمة للجميع، وخاصة لزهرة التي لم تتوقع أبداً أن تراه في هذا المكان. لكن الصدمة تتحول سريعاً إلى غضب شديد. تبدأ زهرة بمواجهته بكلمات قاسية، وتنهال عليه باللوم والعتاب. تقول له بوضوح إنه باع كل شيء، باع الأرض وباع الشرف وباع كرامته، وتتهمه بأنه كان السبب في كل ما حدث. السبب في القبض عليهم هي وقمر وجراح. المواجهة بين الأخ وأخته تتحول إلى لحظة مليئة بالتوتر والانفعال، لكن المفاجأة التي تنكشف بعد ذلك تغير الصورة بالكامل. يتضح أن لطف نفسه محتجز أيضا، وأنه ليس حرا كما ظنت زهرة. الجميع في ذلك المكان أسرى، وكلهم تحت سيطرة رجل واحد فقط. فزاع يدخل على الخط. الرجل الذي يقف خلف كل هذه اللعبة هو فزاع. فزاع لا يكتفي باحتجازهم، بل يخطط لاستخدامهم كورقة ضغط خطيرة. وفي خطوة مفاجئة يقوم فزاع بالاتصال مباشرة بشاهين. المكالمة تكون مشحونة بالتحدي والتهديد. فزاع يخبر شاهين بكل برود: قمر وجراح وزهرة جميعهم عنده، ثم يضع شرطاً واضحاً وصادماً: إذا أراد شاهين أن يطلق سراحهم فعليه أن يسلم نفسه. وليس هذا فقط، بل يطالبه أيضاً بأن يخبر الشيخ صقر بإعادة معدات المصنع. هذه الشروط تعني شيئاً واحداً فقط: فزاع يريد أن يفرض سيطرته الكاملة ويكسب المعركة دون قتال. لكن شاهين ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة. رغم خطورة الموقف ورغم أن حياة أصدقائه في خطر، إلا أنه يرفض أن يتصرف باندفاع. بدلاً من التسليم مباشرة، يبدأ شاهين بخطوة مختلفة تماماً. يقرر أن يبلغ الشرطة أولاً، ويبدأ البحث عن مكان احتجازهم. شاهين يعرف أن أي خطوة خاطئة قد تعرضهم للخطر، لذلك يحاول أن يجد طريقة ذكية لإنقاذهم قبل تنفيذ شروط فزاع. وهنا يبدأ سباق حقيقي مع الزمن. وفي جانب آخر من الأحداث، شخصية أخرى تدخل على الخط وتضيف تعقيداً أكبر للمشهد. إنه مقناس. مقناس يتخذ قراراً خطيراً، وهو أن يذهب بنفسه للبحث عن فزاع. لكن هدفه ليس إنقاذ أحد، بل يريد أن يسلم فزاع إلى مهرال زوينة. هذا القرار قد يشعل مواجهة جديدة تماماً، لأن الجميع الآن أصبحوا يبحثون عن فزاع، لكن لكل واحد منهم هدف مختلف. ومع تصاعد الصراع تتغير ساحة المواجهة. الأحداث تنتقل من أماكنها السابقة إلى المدينة، وتحديداً إلى الساحل. وهذا التحول يعني أن المواجهة الكبرى قد تكون قريبة جداً. كل الأطراف تتحرك الآن. شاهين يبحث لإنقاذ قمر وجراح وزهرة. فزاع يحاول فرض شروطه والسيطرة على الوضع. مقناس يسعى للوصول إلى فزاع قبل الجميع. وكل هذه التحركات تقود إلى لحظة انفجار درامي كبير في الحلقة القادمة. السؤال الآن: هل سيتمكن شاهين من العثور على مكان احتجازهم قبل فوات الأوان؟ هل ينجح فزاع في إجبار شاهين على تسليم نفسه؟ وما الدور الحقيقي الذي سيلعبه لطف بعد انكشاف الحقيقة؟
الأكيد أن الحلقة 25 من دروب المرجلة ستكون مليئة بالمفاجآت والصدامات القوية، وقد تغير مجرى القصة بالكامل. إذا كنتم تريدون معرفة كل التفاصيل فور صدورها، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد عن أحداث المسلسل أولاً بأول. اكتب ما توقعاتك للحلقة القادمة في التعليقات، هناك الكثير من الأحداث والمفاجآت القادمة للحلقة القادمة. اكتب آرائك وتوقعاتك في التعليقات، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.